بص انا قاعده على ايه وانا بتكلم قدام الكاميرا؟ ده كرسي المكتب بتاعي بس انا قلبته. حد كان بيعمل كده ايام المدرسه، تقلب الكرسي وبعد كده بنطلع نجري عليه زي الزحليقه وننط الناحيه التانية، وحط عليه مخدات وقاعده هنا على الارض. انا مبسوطه وانا قاعده على الارض عامه، حاسه ان انا اهلا وسهلا. انا بقالي فتره بشوف قد ايه من الافكار اللي عندي في حياتي كلها، مش بس في يومي، في حياتي، ليها علاقه بالناس هتقول عليا ايه. الفتره دي بقعد كده اتفرج على كميه الافكار اللي ليها علاقه بالناس هتقول عليا ايه، وبجد مصدومه. انا بجد مصدومه من كميه الافكار. مش مصدقه في قد ايه افكار في دماغي ليها علاقه بالناس هتقول عليا ايه. الحمد لله انا دلوقتي بقيت بلجأ لربنا كتير ان هو يبعت لي تعاليم او دروس لحاجات معينه انا متلخبطه فيها ومش عارفه اعمل ايه، عشان موضوع الناس هتقول عليا ايه ده كبير قوي. في فيديو النهارده اتفرجت عليه بيتكلم على انه يعني في ست كده على يوتيوب، ست عجوزه شعرها ابيض جميله جدا، دايما بتطلع في حتت كده وراها اللي هو خلفيه، ببقى اللي هو انت فين النهارده؟ انا ندهت جوزي عشان اقول له هي واقفه قدام خلفيه، يعني هم لا مؤاخذه لازقين مثلا الخلفيه دي وراها او معلقين وراها مثلا شاشه خضراء والخلفيه دي حطوها على الكمبيوتر او حاجه، عشان انا مخي ما كانش فاهم. هو في شجره وبعدين في شويه تلج وبعدين ميه شكلها بتتحرك كانها نهر بس ثابته، فقلت مسكتهم بقى، ده حاطين بقى اهو دي صوره. وكده جوزي قال لي، جوزي جه بجد بص لي كده وقال لي هي وراها تلج، ده تلج. عايز اقول لي ده تلج يا صحراويه يا اللي عمرك ما شفتي. المهم انه الست دي كانت بتتكلم النهارده عن انه ازاي لو في حاجه حصلت لنا زمان في حياتنا كانت عباره عن تروما او حدث كان سبب لنا تروما، حدث كان تروماتيك او ايا كان، او احنا عدينا بحاجات صعبه في حياتنا، او مثلا كانت بتتكلم عن راجل قعد يتكلم عن انه قد ايه هو ورث فلوس كتير قوي من ابوه خسرهم كلهم عشان حد ضحك عليه في مره في حياته، وانه احنا كلنا عندنا حاجات مأساويه حصلت في الماضي بتاعنا زي دي، وهي دي احنا كتير بنختار. انا بقول احنا عشان انا هي كانت بتتكلم عليا وانا بقعد اتفرج على الفيديوهات دي عشان احسن من شخصيتي، عشان في حاجات كتير هباب. فهي قعدت تقول انه ازاي احنا بنخلي الحدث التروماتيك اللي حصل في حياتنا ده، او الصدمه اللي حصلت لنا في حياتنا ده، او الخساره الكبيره، او موت حد بنحبه او مش عارف ايه، ازاي بنخلي دي قصتنا، بنقرر ان دي تبقى قصتنا واحنا بنفضل راشقين فيها حتى واحنا في حاضر مختلف، بما اننا راشقين في ده في الماضي ده بيحدد مستقبلنا في نفس الوقت. حاجات كده اللي هي قالت كلام كتير قوي معقد، انا مش هعرف اعيده عشان عمري ما بعرف اعيد كلام سمعته زي ما هو، او احكي عن حاجه عميقه قوي سمعتها، لانه جوه مخي بيبقى اللي هو ايه ده انا بعمل في الموقف ده والموقف ده والموقف ده وكذا وكذا، وبقول ده وعملت كده امبارح عشان انا كنت حاسه بالاحساس ده وهكذا، فمش هعرف اقول هي قالت ايه بالظبط. بس يعني ده صحاني لفكره انه انا بجد عايشه في الماضي جدا بقالي سنين وسنين وسنين. وبصراحه انا برضو مش ههجم على نفسي على ليه انا عايشه في الماضي، عشان انا لما الحاجات دي حصلت ما كنتش عارفه، مخي ما كانش عارف المعلومات اللي داخله دي اتعامل معاها، عشان ما كانش في وقت وما كانش في فرصه وما كانش في مهم الموضوع ما كانش متاح. فدلوقتي مخي قعد السنين اللي فاتت دول يبقى يفهم ايه الحاجات اللي حصلت وايه اللي وحصل امتى، ونبتدي بقى نرتب الذكريات، عشان اصلا المخ بقى عامل زي سلطه بابا غنوج من جوه، كل الذكريات راشقه في بعض وكل حاجه داخله في كل حته. وفي حاجات كتير طبعا بنعمل لها بلوك 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 مش حاجه بتضحك، هي حاجه اصلا صعبه قوي ان احنا بنكبت الحاجه لدرجه ان احنا بننسي نفسنا اللي حصل. انا كنت بقول ايه فالقصه التروماتيك دي بتبقى حياتنا وبنقرر انه خلاص هي دي بقى شخصيتنا وهو ده اللي هيحكم على حياتنا كلها. مش فاكره الست قالت ايه تاني بصراحه، انا اصلا دلوقتي اول ما بدات اتكلم عن الموضوع قدام الكاميرا كانه مخي بقى فجاه ورقه بيضه فاضيه تماما. بس كل ما بسمع حاجه زي كده كل ما بقعد بقى افكر في تصرفاتي واشوف انا بعمل كده فين في حياتي. بدات ايقن دلوقتي حالا ان انا بقالي فتره طويله قوي عايشه دور الضحيه في حياتي. دي حاجه محوريه جدا بتغير حاجات كتير، وانا مبسوطه جدا الحمد لله رب العالمين، فضل كبير قوي من ربنا انه كل شويه بتعلم دروس اكتر ومخي بيتفتح اكتر واكتر واكتر عشان اقدر اساعد نفسي واساعد الناس اللي حواليا. انا عايزه قوي اساعد عامه، انا عايزه اكون شخص بيساعد الناس في خدمه الناس، عايزه اوصل لمرحله في حياتي ان انا اعرف اختار ايه الخدمه اللي انا عايزه اقدمها للناس، عشان انا بعرف اعمل حاجات كتير في حياتي الحمد لله رب العالمين، وطول عمري بتعلم حاجات كتير واشتغل مع الناس في حاجات كتير، بس محتاجه كده اوصل لحته معينه. مش عارفه انا ليه بقول كده دلوقتي قدام الكاميرا اصلا الكلام ده ملوش اي معنى بالنسبه للناس اللي بتتفرج عليا. انا عمري ما بعرف. اوكي ماشي انا هسكت، انا مش هدخل في بسم الله، ناخد نفس بسم الله. انا كنت عايزه اتكلم في ايه؟ ماشي نرجع لموضوع ان احنا في قصه احنا عايشين فيها دور الضحيه حصلت في الماضي، عشان احنا كنا في الماضي ممكن فعلا كنا ضحايا وتعرضنا لحاجه مش لطيفه. ان احنا بقى نفضل نعيش ده دلوقتي دي حاجه بائسه جدا ومزريه جدا، وانا كنت عامله كده، انا كنت عامله كده لسنين كتير قوي، ودلوقتي انا مصدومه ان انا كنت عامله في نفسي كده. بس
بس بصراحه انا ما كنتش اعرف غير كده، انا ما اتعلمتش غير ان انا اعيش دور الضحيه ده. كل الناس اللي حواليا عايشه دور الضحيه وهي كمان، يعني كل الناس اللي كنت اعرفها مش حواليا دلوقتي حالا الحمد لله، عشان انا برضو اخدت قرارات جذريه لما لقيت ان حياتي رايحه في سكه مش كويسه خالص وانا ما كنتش عايزه اروح الناحيه دي. اخدت قرار مع نفسي وقررت انه لا، انا مش هبقى الشخص ده، وانا عايزه اغير مسار حياتي الناحيه التانية تماما. وخسرت كل الناس اللي انا اعرفها وخسرت كل حاجه في حياتي. كنت حاسه انه ده كان بمثابه موت، كنت حاسه ان انا بموت في وسط المجتمع اللي انا فيه، انه ما فيش حد يفتكرني، انه ما بقاش في حد عارفني، ما بقاش عندي صحاب. بجد كنت حاسه ان انا بموت والناس كلها شايفاني عايشه الحياه كل يوم، بس انا من جوايا كنت بموت. موت الحياه القديمه دي. انا مش عارفه ليه بقول كده بجد، انا موت الحياه القديمه. انا كنت بتكلم في ايه؟ موضوع التركيز ده صعب قوي، بس الحمد لله هو كل شويه بيتحسن. شكرا بجد لكل الناس بتتفرج عليا وانا مخي في مليون حته. ساعات بكون بتعلم حاجات كتير قوي في حياتي ومش بعرف اتكلم عنها، علشان لما بتعلم حاجه او بسمع دروس حياتيه معينه باخد اسابيع وممكن شهور عقبال ما الدروس دي فعلا بتتهدم وكل حته فيها تتفصص وكل درس يتفهم وابقى فعلا واعيه بال 360 درجه اللي حوالين الدرس ده. بس معظم الوقت انا بتسرع وببقى عايزه احكي الحاجه من كتر ما انا متحمسه. دي حاجات بتحصل عامة في الحياة عندي على كل المجالات وكل الاماكن وكل الظروف. دايما بتحمس واعمل حاجات وبعد كده ارجع ابقى اللي هو افتكرت حاجة انا كنت عايزة اقولها. علشان لما بتكلم في فيديوهاتي ان انا عديت بوقت صعب، في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي كلميني على الوقت الصعب ده اكتر، هو ايه اللي حصل، هو مش عارفة في المدرسة الوقت التنمر اللي مش عارفة ايه. ممكن في مواضيع افتحها او احكي ايه اللي حصل في الماضي لاجل التعلم او عشان ادي نبذة عن اللي انا بحاول اوصله دلوقتي حالا، بس انا مش عايزة اقعد افتح في مواضيع قديمة واعيط على اللبن المسكوب وابكي على اللبن المسكوب. مش عايزة اعمل كده، مش حاسة ان دي حاجة هتفيدني ولا هتفيد الناس اللي بتتفرج عليا خالص. وانا مش بحس ان انا عايزة اسمع عن بصراحة القصص بتاعت الناس المأساوية قوي بالذات دلوقتي، لانه في العالم ظروف صعبة قوي بتحصل اوريدي بالفعل. مش عايزة ابقى اللي هو بان متواضعة واقول انه في ظروف بتحصل اوحش بكتير من اي حاجة ممكن احكي عليها يعني. وفي اخواتنا واخواننا بيعانوا من حاجات عمره ما حد يقدر يتصورها ولا انا ممكن حتى اتصورها. يعني بالفعل في الواقع في ما يكفيه ده في الحاضر، من ان انا اقعد اجيب كمان حاجات من الماضي حتى من الماضي بتاعي ونقعد نعيد تاني من الاول ويلا نتكلم ويلا نفتح. ليه نعمل حوارات تاني؟ ليه؟ الست كمان قالت في الفيديو ان الواحد يبقى عايز كل شوية يطرح مشاكل. دي حاجة جاية من ان احنا بنحاول نحل مسائل القلب بالعقل، وده ما بينفعش، ما بيمشيش. مش هينفع احل مشاعري بعقلي بالتفكير، ما ينفعش. لازم احل روحي بروحي بالروحانيات، لازم احل الروح بالروح. بالمناسبة برضو الناس اللي هتقعد تقول لي كل شوية يا جماعة الناس بتاعت صلوا وتحجبوا صلوا، طب ماشي هنصلي ونتحجب حاضر ماشي، وبعدين هنبقى مين بعد كده من جوه؟ هنعمل ايه في حياتنا؟ نصلي ونتحجب ليه؟ هنصدق ان في ربنا اكبر فوقينا ليه؟ ايه الحكمة في ان احنا هنصدق في ده؟ ايه الحكمه في ان احنا بنصلي؟ احنا ليه بنحط راسنا على الارض في الصلاه؟ انا مامتي دايما بتقول لي وناس كتير قوي بيقولوا لي ان انا اتجاهل الكومنتات اللي هي بتستوقفني كده ساعات وما اتكلمش عنها. بس انا مش عايزه اتجاهل، انا عايزه اتكلم عن حاجات مش لاجل الخناق او لاجل ان احنا نعمل اسمها ايه، مش لاجل الاحتكاك خالص، بس عشان اعبر ان انا مستغربه قوي من حاجه يعني بسمعها. مش هينفع ابقى اللي هو مش هقرا ولا كومنت خالص واحط كل فيديوهاتي واي ما كومنتات هتنزل هبقى عامله كده، يا اما اقعد اقراها كلها واقعد بقى افكر لنفسي هو ليه الناس بتقول كده، او انا نفسي قوي اقول للشخص ده كذا كذا واكبت جوه نفسي. مش هعمل ده برضو شكرا. حطيت فيديو لنفسي وانا بصلي وبسجد على الارض، وفي الفيديو ده انا كنت لابسه خمار ومش باين اي حاجه وانا بسجد مني خالص. في على الاقل مثلا 10 اشخاص لو مش اكتر قالوا لي ان انا ما ينفعش اسجد على الارض وانا حاطه كوعي او انا حاطه يعني دراعي اللي هو لحد اللي هو المفروض بس كف اللي يبقى على الارض كده، مش اسجد كده. الحاجه الوحيده اللي استوقفتني في التعليق ده انه انا اصلا ايدي مش باينه. حسيت ان احنا وصلنا لمستوى تاني ان احنا مش شايفين اصلا، يعني الحاجه قدامنا في الفيديو احنا مش شايفينها. يعني انا طالعه في الفيديو بصلي ومغطيه نفسي كلي ومش باين خالص، مش باين دي تانية خمار، مش باين دي كوعي ولا ايدي، مش باين. والناس برضو قررت ان هي عايزه تنصح هذه النصيحه حتى وهو مش باين خالص. فالموضوع بجد استوقفني وحسيت انه خلاص يعني انا نفسي جدا اتكلم عن قد ايه احنا جوانا رغبة بتموتنا ان احنا ننصح الاخر. ليه؟ بجد ليه؟ انا مش هتعمق باسلاميا ليه ده مش صح خالص، وده اصلا تخلف وحشرية. مش هدخل في ده خالص. بس انا بجد ما صدقتش يا جماعة احنا خلاص هنموت وننصح ان احنا بننصح على حاجة قدامنا واحنا مش شايفينها بس عايزينها تكون غلط، فهنقول انه هي غالبا حاطة
دراعها على الارض من تحت الخمار اللي احنا مش شايفينه كتير. تعالوا نجيب مارشدير ونرجع لورا شويه. كتير احنا كده كتير بمنتهى الصراحه. حته بقى ان احنا بنركز على بقى مش عارفه اصل الخاتم اللي لابساه في الصباع، اصل القصه خرجت، اصل في شعرايه، اصل الحته من هنا لهنا، اصل صباع رجلك طلع من الشراب عشان الشراب مخروم فحرام الرجل يتبان. الكلام ده يا ريت كفايه. يعني انا بس بقول امنيه عندي انه يا ريت نكتفي بهذا القدر من ده، عشان حاسه انه ده بيعسفنا قوي في حياتنا، وممكن نركز في التفاصيل الصغيره قوي بعد ما نبقى فاهمين الصوره الكبيره قوي كويس قوي في اي حاجه في الحياه. ما بتكلمش على الدين، انا بتكلم على اي حاجه في الحياه. انا بس على طول دايما بدي امثله بالدين، علشان انا مش عارفه ليه الناس بتتكلم على الدين بس في الحياه. يعني هي الحياه مليانه حاجات كتير قوي، وعمر ما الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا قال احسن واحد هو اللي بيتكلم على الدين طول النهار. بالعكس، هو الرسول عليه الصلاه والسلام شاف الشخص اللي بيصلي في المسجد طول النهار وقال له اخوك اللي بيشتغل وعنده مشاغل ينشغل بيها افضل منك عند الله مش عند الرسول. بس تاني انا مش هدخل في الدين عشان انا مش شيخه، ويا ريت كل الناس اللي بتحاول تبقى شيخه في الكومنت تهدى شويه. لو عايزين تكونوا شيوخ روحوا كونوا شيوخ في الازهر، او ممكن تعملوا قناه خاصه بيكم على اليوتيوب تبقوا شيوخ فيها، وفي كتير قوي من القنوات دي فتمام يعني. بس يا ريت نهدى بالنصيحه. ما طلبتش النصيحه برضو، دي تاني حاجه، انه انا ما طلبتش حد يساعدني في الحاجات دي، يعني مش في التفاصيل دي لسه، انا مش هناك خالص ومش عايزه اتكلم في التفاصيل دي، ومش عايزه اركز دلوقتي في صباع رجلي باين ولا لا، ولا انا لابسه شراب ولا لا ساعات لما اصلي. لو افتكرت ان انا هلبس شراب تمام الحمد لله، لو نسيت في مره ان شاء الله برضو تمام. مش ده تركيزي دلوقتي على ان انا امسك في الحاجات الصغيره التناتيف، ده مش تركيزي خالص، ولا تركيزي في الحياه عامه، ولا هيكون تركيزي انا كشخص. يعني مش هقعد انتف في الحاجات الصغيره بعد الان، عشان انا كنت الشخص ده قبل كده، وده نوع من الهوس والوسوسه انا بحاول ابعد عنها كل البعد. وبرضو يعني ارجع تاني برضو الموضوع ان احنا ليه هنموت وننصح، ده حوار. احنا ممكن ننصح نفسنا، احنا ممكن نوجه كل النصايح دي لنفسنا، ولما نحس ان احنا خلاص نصحنا نفسنا كفايه نسكت. عشان برضو ممكن ارجع للرسول. انا بتكلم كتير قوي على الرسول، في ناس مسيحيه بتتفرج عليا، انا برضو بحبكم، انا بحب كل المسيحيين يتفرجوا عليا، المسيحيين والمسلمين وكل الاديان بتاعت ربنا اللي ربنا نزلها سبحانه وتعالى. شكرا. والناس اللي مش برضو بتصدق في الاديان اهلا بيكم، اتمنى تتعلموا حاجه كويسه. عمري ما هرفض اي حد من اي نوع علشان اي حاجه هو بيصدق فيها، الا الناس بقى اللي هي بتحارب وكده ملناش دعوه بدول. الرسول قال فليأكل خيرا او ليصمت، وحد يقعد يقول لي اونلاين خلي بالك كواك، خلي بالك رجلك، خلي بالك مش عارفه ايه، ده انا مش شايفه ان ده خير، دي حاجه مزعجه قوي. ولو انت شايفين ان هو خير فهو انا بقول ان هو مش خير، عشان برضو مش هقعد ازمزق واتذمر انه ايه ده ليه الناس بتقول كده، وانا عمري ما قلت للناس انا مش عايزه اسمع ده شكرا. فانا دلوقتي بقول ان انا مش عايزه اسمع ده برضو طريقه من الطرق اللي انا بمارس بيها حدودي. لو ما عندكوش حاجه تتكلموا فيها تانية مش لازم تسيبوا تعليق خالص. حكايه احنا ليه عايزين ننصح دي مش جايه من حته خيريه، دي جايه من الايجو بتاعنا، وان احنا عايزين نثبت وجودنا قوي في الحياه بان احنا نقول ان احنا عارفين معلومات مفيده، وعايزين قوي نزغط المعلومات المفيده احنا عارفينها دي للشخص الاخر عشان هو كمان يستفاد بسببنا. هي دي الحاجه. الموضوع مش اللي هو انا نفسي قوي افيد الشخص التاني، انا نفسي قوي اقول الحاجه دي وهو يستفاد بيها او لا مش هو مش كده، مش هو الموضوع مش كده خالص. انا واضح قوي مثلا في فيديوهاتي اتكلم عن نفسي وعلى اللي بيحصل معايا، واضح قوي في فيديوهاتي ان انا عايزه اعرف اكتر عن الدين، وبحاول اعرف اكتر عن الدين، وبحاول اعرف ده من مصادر موجوده بره قسم التعليقات او الحته بتاعه التعليقات في فيديوهاتي. وعندي ناس واصدقاء الحمد لله، واكسس لشيوخ كتير قوي على الانترنت، والبودكاست كتير قوي على الانترنت. وده يدخلني على النقطه اللي بعدها، الا وهي انه انا في حاجات كتير قوي في الحياه ومن اللي بعدي بيها انا عايزه اتعلم ازاي اعديها لوحدي. انا اللي عايزه اعلم نفسي، مش عايزه اروح مش عارفه بودكاست مين اسمع منه هو بيقول لي اعمل ايه، ولا ده ولا دي ولا ثيرابيست دلوقتي حالا مثلا، ولا مش ده دلوقتي حالا، مش عايزه اروح لحد تاني دلوقتي حالا، مش عايزه اسمع هذه المصادر دلوقتي حالا. هل ده ممكن انا اعلم نفسي؟ عامه انا شايفه انه جزء من ان احنا بنلاقي او بندور على مصادر كتير قوي نتعلم منها برانا بما فيها الكتب، هو ده جزء من ان احنا شايفين ان احنا مش كفايه، ما نقدرش نستنبط كفايه، فطرتنا مش غنيه كفايه، فطرتنا مش سهل الوصول اليها وان احنا نحييها او ننشطها كفايه. انا شايفه ان ده جاي من هناك. وانا عن نفسي كحبيبه بحب اتعلم حاجات كتير قوي روحانيا من صلتي بربنا سبحانه وتعالى، وكل ما خلق من شجر، من انهار، من بني ادمين، من حيوانات، كل حاجه. هي دي طريقه الاتصال بتاعتي. الصله بالنسبه لي مع ربنا سبحانه وتعالى كده. ساعات بروح للكتب ساعات، بس ده مش اعتمادي التام.
ساعات بروح لفيديوهات، ساعات برضه، بس ده مش اعتمادي التام. افضل طريقه بالنسبه لي بتعلم من اشخاص في الحياه الحقيقيه الواقعيه، اشخاص انا اعرفها، اشخاص انا عاشرتها، اشخاص بشوفها بتتصرف مع اهلها ومع الناس اللي في المطعم ومع اولادهم، عشان ده مهم جدا. الشخصيات دي بتعمل ازاي مع اولادهم وابهاتهم وامهاتهم، كل حد، كل حاجه. انا بنقي جدا الاشخاص او المصادر اللي انا بتعلم منها، ومعظم الاشخاص اللي اقدر اثق فيهم كمصدر بتبقى اشخاص انا اعرفها بشوفها في الحقيقه. ايش عرفني ان الشخص اللي كاتب الكتاب ده مش عنده حاجات تانية جنان بيعملها في حياته؟ ايش عرفني؟ يعني برضو مش اي مصدر كده ومش اي حد اسمع له. وانا ما بالنسبه لي انا كحبيبه ما بتكلمش على بقيه الناس، لكل واحد حر، كل واحد حريه الاختيار، ماليش دعوه. بس انا عن نفسي هي دي المصادر اللي انا بحبها، عشان ما بحبش زي ما بيقولوا مش دلوقتي حالا في حياتي انا مش عايزه اسلف مخي ولا اسلف وداني ولا اسلف قلبي لاي حد. خلاص كان فيه وخلص. انا دلوقتي عايزه ابقى متسقه مع نفسي، وداني بتاعتي، راسي بتاعتي، عيني بتشوف الحاجات اللي انا عايزاها، قلبي بيشعر بالحاجات اللي انا عايزاها كده. طبعا يعني بما شاء الله او مما شاء الله. عارفين ايه كمان مستفز؟ في ناس بتدخل تكتب لي يسوع هو المنقذ الوحيد. طيب شكرا، انا مبسوطه ان يسوع انقذك، الف مبروك. في ناس مستفز اكتر بتدخل تقول جماعه هي مسلمه ولا مسيحيه؟ هيفرق ايه انا مسلمه ولا مسيحيه؟ هيفرق ايه بجد؟ هيفرق ايه انا مسلمه ولا مسيحيه؟ ولا حاجه، مش هيفرق اي حاجه خالص، كلنا زي بعض. بس برضه حبيت انوه عشان بجد تعليق مسلمه ولا مسيحيه ده بحس اللي هو انتوا مالكم؟ اللي هو انت مقاس رجلك كام؟ انت مالك؟ انتوا مالكم كلكم؟ انت مالك؟ ايه اللي مسلمه ولا مسيحيه؟ هو ايه ده يا اخي؟ بغض النظر عن انه ده عمى وعته وطرش وكل حاجه من كل نوع، بس يعني انتوا مالكم يا جماعه؟ انتوا مالكم الناس بتصدق في ايه؟ حاجه سخيفه قوي بجد. ما علينا. اين كنت؟ ان انا بحب اسمع لنفسي. بس بصراحه انا مش بقول ان انا بنزعج من التعليقات اللي بتقول لي اسمعي البودكاست دي او شوفي مش عارفه دكتور ايه. مش بنزعج من التعليقات دي، لا خالص. في تعليقات بجد يا جماعه، عشان برضو اكون واضحه، بيبان قوي حتى الشخص اللي بيحاول قوي ان هو يبين نيته بوضوح. ودي طبعا الناس اللي بتكون نيتها كويسه بتحاول قوي توصل ان هي نيتها كويسه. ساعات تانية بتكون ناس نيتها مش كويسه. بس بيبان قوي في التعليقات مين بينصح علشان هو عايز يقول حاجه كده وخلاص، ومين بينصح عشان هو نصوحجي. ومعظم الناس اللي بتنصح عشان هي او اللي بتقول حاجه عايزه تفيدني بيها، معظم الوقت بتتكلم عن تجربتها هي الشخصيه اكتر ما تقعد تقول لي اعملي وسوي وخلي بالك واختي وكده. بس بيبان علشان الناس اللي بتحبني وبتنصحني عشان هي بتحبني بجد، وكل فين وفين بس ما نكترش. بحبكم برضو عشان انا بشارك كل حاجه انا بشاركها على اليوتيوب لاجل المساعده. انا بشارك كل ده لاجل المساعده علشان اكون في خدمه الناس بما شاء الله باذن الله في سبيل الله باذن الله. بس كل انا بعمله ده عشان نفسي اساعد الناس. في حاجه تانية عايزه اتكلم عليها. انا كنت عايزه اتكلم على حاجات كتير قوي، بس لما بيجي اصور بنسى الحاجات اللي انا بتكلم عليها، عشان انا بقالي مثلا اسبوع او 10 ايام عايزه اعمل بودكاست واتكلم على افكار بتدور جوايا. صح، افتكرت في حاجه بتدور جوا مخي بقالها كتير قوي، وهو انه ازاي واحنا بنكبر اهالينا لما كانوا بيخافوا علينا كانوا بيقولوا لنا نخاف، او كانوا بيخلونا نخاف. وانه فكرة بخاف عليك علشان انا بحبك، فكرة بخاف عليك علشان انا بحبك دي كتير قوي يعني في حياتي كانت بتستوقفني من وانا طفلة. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى حط فيا حاجة من وانا صغيرة. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله بجد نعمة كبيرة قوي ان ربنا سبحانه وتعالى نور بصيرتي. يعني نور البصيرة ده طبعا بيجيب اذية كتير قوي في الحياة، الواحد بيدفع ثمنه قوي وجامد يعني. بس من زمان بحس اللي هو انتي اوبس صحابي بتوع المنتل هيلث هيفهموا السليب اللي حصلت دي معناها ايه. انا بضحك من تاني بجد، بقالي كتير قوي ما ضحكتش كده في حياتي. يا الله بجد، يا الله، الحمد لله رب العالمين. انا من كتر ما مبسوطه دلوقتي ممكن اعيط، مش عارفه ايه الفرحه اللي جت فجاه دي اصلا، مش عارفه من ايه. انا كنت بضحك على نفسي عادي. انا كان بالنسبه لي الشخص اللي بيحبني مش هيخوفني ومش هيخاف عليا برضو لدرجه تخوفني، لانه ان هو يخاف عليا حاجه، وان مشاعره تبقى بتاعته حاجه، وان هو يحاول يخوفني دي حاجه تانية. يعني انا بحاول، انا مش هسكت على نفسي عشان ابين قد ايه انا جامده مع ابني، بس انا هقول ان انا بحاول اعمل كده، ان انا مش بعمل كده 100%. بس انا بحاول لما اكون انا قلقانه او خايفه قوي من حاجه هو بيعملها ما بينش قد ايه انا خايفه، بالعكس اديله ثقه ان هو يقدر يعمل الحاجه دي اللي هو خايف منها. على سبيل المثال، فاحساس ايجابي زي الحب يجي منه احساس اخر ايجابي
زي الثقة تجاه الشخص يعني المحبوب، بس الحب كنفسه ليه شعور نقيض وهو الخوف او بقى الخسارة او معرفش ايه او الكره او ايا كان. بس انا هوصل نفس يعني هوصل شعور يحمل نفس الطاقة. لو انا بحب ابني هوصل له شعور برضو ايجابي معظم الاوقات اللي انا بحبه فيها، مش في الاوقات اللي هي بتكون تانية يعني ما فيهاش مشاعر لطيفة قوي او انا ببقى ما علينا، مش ده قصدي. وده دخلني لنقطة اخرى اللي هو ان انا عشان بحب حد اخاف عليه. الخوف ده مش نتيجة حب، ده غلط. الخوف ده احساس تاني اللي هو الشادو سايد او الناحية الظلمة، الناحية الضلمة من الحب هو الخوف. دي الناحية الضلمة مش الناحية النور. ومش حاجة حلوة ان احنا نوصل الناحية الضلمة للآخر، مش حاجة حلوة. مش حاجة حلوة ان انا بدل ما اعرف اوصل مشاعر الحب بتاعتي اللي هي ايجابية دي اعمل كده خلال افعال، خلال كلمات او خلال افكار تحمل طاقة سلبية. ده مش منطقي. وانا قررت دلوقتي انا في حياتي مش عايزة اتقبله خالص anymore. خلاص انا بحبك عشان انا بخاف عليك no more. باي 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 باي. وده يدخلني على النقطة اللي بعدها، انه عشان انا بحبك فانا بأذيك برضو. كارثة بجد، مش عارفة بضحك على ايه. عندي كوبينج ميكانيزم كده يلا نضحك على كل حاجة بدل ما نعيط. معروفة. انا ضربتك الميس ضربتك علشان مش عارفة ليه الميس ضربتني ليه. هي الميس بتضربني ليه؟ هي الميس كانت بتضربني ليه؟ انا بصراحه مش بتكلم عليا انا. هو انا عمري ميس ضربتني بالعصايه؟ ايه يا جماعه ايه حوار العصايه ده؟ ليه المدرسين في المدارس بيضربونا بالعصيان؟ بصراحه انا كنت بتضرب بمسطره مش عصايه، ويعني حصلت مره مثلا وبعد كده اعتقد المديره عرفت وكانت مشكله. مش متاكده ممكن برضو مخي بيعمل بلوك 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 بلوك، مش متاكده قوي. بس هو احنا ليه كنا بنتضرب في المدرسه واحنا اطفال؟ انا حاسه انه لو دلوقتي حد ضرب ابني من سن مثلا، هو دلوقتي عنده سنه، من سنه لحد مش عارفه لحد كام سنه، ممكن 30 سنه يعني، ربنا يقدرني انا وصحتي، لحد هو عنده ما اعرفش كام سنه، لحد هو عنده عيال، لو حد ضرب ابني هضرب بجد. همسكه يعني هاكله بسناني، هموته. ممكن يطلع فجاه وحش جاسر من جوايا ياخد حته من كتفه مثلا او حاجه. فمش قادره اتخيل انه في مدرس ممكن يضرب ابني. مش قادره اتخيل ان في مدرس ممكن يضرب ابني. دي كانت هتبقى كارثه سودا بالنسبه لي. فانا ما بقتش بصدق اللي هو علشان بحبك انا هزعقلك. لا برضو لا، مش بنزعق. معلش بس عندي هبل بتاكد انه الميكروفون متركب كويس رغم ان هو شغال. انا شايفه ان هو شغال. لازم اتاكد بجد من كل حاجه 10 مرات. عندي ترلالا. ثانيه واحده. جوزي ايه الاخبار؟ I'm walking back from Diverge. Okay. I don't know. I think so. Yeah, I'm recording right now. فلا انا بحبك عشان كده انا بزعقلك. لا انا بزعقلك علشان انا عندي مشاكل، مش بعرف اسيطر على الغضب اللي جوايا، وبتعامل على اني حيوان في لحظات معينة. وانا كمان غضبي كان بيخليني حيوانة مفترسة ساعات، تقول كلام وحش قوي وبتتصرف بطريقة خالص. بس عمر ده ما كان تمام ابدا، ولا هيكون تمام في شرع اي حد، ولا في عرف اي حد، ولا في اي حاجه. لا مش بيضربك علشان هو جوزك، لا بيضربك عشان هو بيحبك، لا اي حاجه، لا لا لا، ده ابوكي، لا ده خالك، لا ده عمك، لا ده اي حد، لا 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 لا, لا, لا. الحب والعنف لا يجتمعان. لو في عنف يبقى الحب ده مش موجود، ده مش حقيقي، او هو حاجه تانية مشوهه بس ما اسمهاش حب. ده مش حب، ده اسمه اعتماد او تعلق، بس ده مش حب. تروما بوند، بس ده مش حب برضه. ما دام في عنف في المعادله ده مش حب، ده مش حب. ده طبعا حاجات بدأت كل ده بدأ يطلع للسطح تاني من ساعة ما جبت ابني. علشان بجد لما بشوف اي حد يا جماعة في الشارع بيضرب ولاده بحس ان انا هموت. بجد بحس ان انا هموت. ببقى مش قادرة. مش بس بيضرب ولاده، حتى بيزعق لهم، ببقى عايزة اروح انقض على الشخص الكبير ده وانط في كرشه او كرشها بطريقة مش طبيعية بجد. وبقول يا ريت احنا كجيل جاي دلوقتي او المرحلة الجاية معرفش، او الناس اللي قدي او اللي اصغر مني، يا ريت حتى لو احنا اتضربنا من اهلنا، حتى لو اتضربنا من المدرسين، حتى لو اتضربنا من عمامنا، من خلالنا، من ابونا، من اي حد، يا ريت ما نمدش ايدينا على اطفالنا خالص. يا ريت ما نعليش صوتنا عليهم. ان شاء الله كنا يعني اضطرينا ان احنا يعني نكسر الحيطه او يعني نخبط الحيطه بدل ما مد ايدي على ابني. مش مشكله، كسر ايدي انا احسن من ما مد ايدي على ابني. حرفيا احسن بكتير بكتير. اعتقد ان دي اكبر بجد خدمه ممكن نعملها للمجتمع. يعني لو اي حد بيقرر ان هو يجيب اطفال، ممكن نسيب العنف ده على جنب بكل انواعه. والعنف برضو في منه كتير كلامي ولفظي كتير قوي. النقد الكتير قوي ده عنف. انا لسه واخده بالي دلوقتي ان ممكن اكون انا كمان بتريق كتير قوي على الناس اللي انا بحبها، وده نوع من انواع برضو ممكن يكون حاجه مش لذيذه. انا فاكره برضو ان اكيد كان عندي حاجه تانية اتكلم عليها بس مش فاكراها دلوقتي. لما جوزي كلمني وقال لي ان هم راجعين على البيت خلاص كده، نسيت كل حاجه.
ممكن تاني ارجع لموضوع الضحيه ده عشان حاسه انا عايزه اقول فيه كام حاجه. عايزه اقول فيه انه فكره الناس هتقول ايه دي برضو جايه من فكره ان انا عايزه العب دور الضحيه، ان انا شايفه انه كلام الناس ممكن ياثر قوي على حياتي لدرجه ان هو مثلا يدمرها. يعني ايه الهبل ده؟ عايزه اقول لنفسي بصوت عالي ايه الهبل ده؟ انا شايفه ان شخص غريب جاي من بعيد ولا اصلا ما اعرفش ده مين ممكن يدمر حياتي. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ امال فين بقى ايماني بربنا؟ مثلا بجد جسمي بيسخن قوي وبعرق وانا بقول الكلام ده علشان في مخاوف كتير قوي بتطلع من جسمي في هذه اللحظه. كتير 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 كتير. انا برضو عايزه اقول انه الحمد لله انا عايزه اسند ظهري، انا اعرف اسند ظهري والفريم يبقى برضو حلو ولا هبوظ كل حاجه. انا عايزه مخده تانية اعتقد ثانيه. واو احسن بكتير. انا عايزه برضو اقول فكره ان انا برضو العب دور الضحيه وافضل كل شويه اشغل الماضي في دماغي، دي جايه من الايجو برضو، عشان كل شويه عايزه اخد شفقه الناس او اصعب على الناس ولاحظت كمان ان انا بعمل كده كتير انا كنت بعمل كده برضو في الفيديوهات بتاعتي كتير انا كمان، عشان انا بصراحه عايزه اكون صريحه على اليوتيوب لدرجه ان انا اقول على نفسي اما انا اعمل حاجه انا مش خايفه انا مش خايفه اقول على نفسي ان انا بعمل حاجات برضو كده وكده، حركات مش تمام، حتى بعملها على اليوتيوب عشان انا قررت ان انا احط جزء كبير من شخصيتي او حياتي قدام الناس، فبرضه هتكلم بجزء كبير من الصراحه قدام الناس واحافظ على خصوصيتي في نفس الوقت. هعمل كل حاجه انا عايزاها ان شاء الله باذن الله. مش عارفه اصلا بتحدى مين، حاسه انا بتحدى نفسي كاميرا، اللي هو بقول لنفسي الخوافه هعمل كل حاجه ماشي. صحيح انا بتكسف قوي بتكسف قوي لما يكون عندي شويه شعر فوق شفايفي او ما بين حواجبي ويبان على الكاميرا ان في وشي في حتت كده داكنه وفيها شعر، عشان طبعا مشكله قوي انه اي ست يكون عندها اي نوع من انواع الشعر في جسمها ويبان، مع انه دي حاجه طبيعيه قوي يا جماعه. خلاص بقى دي حاجه طبيعيه قوي. احنا كمان بيطلع لنا شعر فوق شفايفنا بس هو مش شنب بس هو شعر، واحنا كمان بيطلع لنا شعر هنا كده، يعني دي حاجه عاديه وربنا خلقها اكيد عشان في سبب يعني. لو حد قال لي ربنا خلقها عشان تتشال هقول له اسكت بجد اسكت واسكتي، بس معظم الوقت بيبقى اسكت. انا مش قصدي اقول حاجه بجد مهينه للرجاله ككل، بس بصراحه معظم التعليقات اللي بتعصبني بتيجي من رجاله بصراحه في كتير قوي من الحشريه الزايده والنصايح بتيجي من الرجاله كتير. عايزه مخده تانية. يا نهار اسود، دلقت القهوه بتاعتي كلها على السجاده وحياه ربنا والله العظيم دلوقتي حالا. قهوه ايه بقى اللي هتتشرب يا باشا؟ خلاص بسم الله. ماشي انا نسيت تماما بجد، انا بنهج بعد اللي حصل مع القهوه ده. انا نسيت تماما انا كنت بقول ايه قبل ما القهوه تقع. هل كنت بقول حاجه ليها علاقه بان انا عايش دور الضحيه وكلام الناس وكده؟ بجد مش فاكره خالص انا كنت بقول ايه. ساعات ببقى كده اللي هو ممكن ابص في الفيديو واروح ارجع للفكره اللي انا كنت بقولها، وبعدين ببقى اللي هو لا خلاص هسيبها، ما انا نسيتها يبقى خليني ناسيها مش مشكله. حاسه انه حاجه بتساعد قوي ان احنا نكون اشخاص كويسين هو ان احنا نعرف عن نفسنا اكتر. انا بحاول اكون شخص كويس من خلال ان انا اتكلم، من خلال ان انا اعرف اكتر على نفسي. صحيح حاجه من الحاجات اللي مؤخرا بدات اخدها من الحياه واستعملها هي ان انا اقضي وقت كتير مع نفسي من غير ما اعتذر، من غير ما احس بالذنب واقول لاصحابي انا اسفه انا مش برد على التليفون، او انا اسفه انا مش بشوفكم، انا اسفه من كذا كذا، علشان هي دي طبيعتي. انا بني ادم بيحب يقعد في الكهف كتير، بطلع وبدخل ساعات، بشوف ناس معينه في فترات معينه بشوف ناس تانية، مش هبقى انا بشوف نفس الناس طول الوقت. صحيح اصلا بمناسبه الناس والصحاب، حاجه من الحاجات اللي انا كنت شايفه ان انا دور الضحيه فيها قوي مؤخرا، انه يعني بقالي كام سنه 3 سنين اعتقد على التوالي، كل سنه بيبقى عندي واحده بنت صاحبتي قريبه وبعد كده بخسرها السنه اللي بعدها، وبعد كده واحده تانية، وبعد كده بخسرها السنه اللي بعدها، وبعد كده واحده ثالثه، وبعد كده بخسرها السنه اللي بعدها. فكنت دايما بشوف ان انا ضحيه قوي في الموضوع ده، لحد قريب ما بدات بجد ابص على اخر صداقه بدات يعني كده اللي هو يعني بصراحه اخر صداقه دي ما حصلش فيها مشكله، بس بدات كده اللي هو خلاص تتلاشى لوحدها، وبدات اشوف انه الناس دول اصلا عمرنا ما كنا على وفاق تام من ناحيه انه يعني اخر حاجه مش وفاق شخصي، عشان الشخصيه الاخيره دي بجد بحترمها جدا ولسه بحبها قوي، بس احنا ما كناش على وفاق من ناحيه الطاقه بتاعتنا للاجتماعيات، مثلا ان احنا عايزين نخرج قد ايه، ان احنا عايزين نشوف ناس قد ايه، ان احنا عايزين نشوف كام حد في الخروجه، انه احنا عايزين نقعد نتكلم عن موضوع معين قد ايه، هل عايزه اقعد اتكلم على نفس المواضيع اللي هي عايزه تتكلم عليها ولا لا. وكان معظم الوقت ما فيش توافق في الناحيه دي خالص، بس انا برضو كنت بقعد وكنت بتكلم وكنت كل حاجه كنت ببسط كل حاجه عشان هي صاحبتي جدا وبحبها ولحد دلوقتي بحبها وهفضل احبها، عمري هبطل احبها، بس ما كانش فيه وفاق في الناحيه دي. وبعدين برضو حاجه تانية ان انا بدات اشوف انه لو ما فيش وفاق ما بيني وما بين حد في حاجات معينه احسن كويس. ليه انا شايفه ان انا لازم افرض معلش بحاول اقعد قاعده
مريحه. ساعات كتير بحاول ان انا افرض الوفاق مع شخص اخر، افرضه يعني اللي هو اعمله بالعافيه، اللي هو انا هتفق مع البنت دي عشان هي شخصيتها حلوه قوي. طب ما ممكن تكون هي شخصيتها حلوه قوي بس مش حلوه قوي ان احنا نبقى اصحاب خالص، وده عادي. وايه المشكله ان انا اقعد 3 4 سنين ما عنديش اي صحاب اصلا؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله. انا عندي مجتمع حواليا، بس قصدي اللي هو اصحاب قريبين قوي، يعني مش اللي هو ناس بشوف ناس طول الوقت، بشوف ناس، هنشوف ناس، ابني هيبقى عنده صحاب وانا عندي صحاب من خلال ده يعني في اصدقاء اللي هم العاديين، بس قصدي الاصحاب اللي هم قريبين قوي من ناحيه احنا قلبنا يعني من جوه احنا بنحب بعض موت وقريبين قوي من هذه الناحيه. يعني مش شرط يكون في دايما ناس. وكمان ان انا كل شويه بخسر اصدقاء، بدات اشوف انه يمكن دي علامه عن ان انا بنمو بسرعه جدا الحمد لله، وبوصل الى افاق اخرى لا تناسب الجميع. ايه المشكله في ده؟ ليه دايما المفروض يكون حاجه وحشه؟ ليه الخساره دايما حاجه وحشه؟ ليه؟ يعني بسال نفسي، مش بسالكم انتوا، قصدي كنت بسال نفسي كده اللي هو ليه؟ ما يمكن الخساره دي شيء عظيم. يمكن ان انا خسرت مثلا الكاميرا بتاعتي مش عارفه اتكسرت، عشان دي برضو حاجه حصلت، اللي هو الكاميرا بدات تبقى اللي هو غريبه كده وكنت زعلانه قوي، بس دلوقتي قلت اللي هو طب افرض دي حاجه كويسه، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان الخساره تكون حاجه كويسه؟ لما حاجه وحشه بتحصل دلوقتي بدات اسال نفسي هل في جنب كويس للحاجه الوحشه اللي بتحصل دي؟ هل في جنب كويس للحاجه الوحشه دي ممكن اكتشفه؟ هل ممكن احاول الاقي جنب كويس الحاجه الوحشه اللي بتحصل دي او الصعبه اللي بتحصل دي؟ ساعات بتبقى الاجابه لا على فكره. ساعات كتير بالذات الحاجات اليوميه، الخناقات الزوجيه، ببقى اللي هو ساعات ببقى اللي هو مش قادره خلاص النهارده، يعني احنا قاعدين بنتنشن على بعض وبنستنزف بعض وبس، وببقى اخر اليوم اللي هو النهارده بجد انا قعدت اجادل كتير قوي، او انا وجوزي قعدنا نجادل كتير قوي على البطاطس دي حلوه من غير ملح ولا بملح، اللي هو ايه الفايده بجد؟ ساعات ببقى كده اخر اليوم. بس ساعات بيبقى في حاجات ملهاش فايده عشان احنا بني ادمين عادي، ساعات هنعمل حاجات كفته. بس اللي انا هعمله ان انا هبتدي بقى اشرح للناس انا بحبها انه انا محتاجه يا جماعه اخد مثلا شهر كده مع نفسي وهرجع لكم، انا في بيتي، انا موجوده، انا 3 دقايق منكم، انا اقل من 3 دقايق، انا دقيقه منكم، بس عايزه دلوقتي كده اللي هو لو اتقابلنا في الشارع قشطه نتقابل، بس مش هخطط عشان اتقابل، عشان برضو التخطيط ان انا اتقابل ده بالنسبه لي انا كشخص سارح في ملكوت الله جوه دماغه طول اليوم صعب موت حقيقي، مش هزار، مش بدعي ده خالص. التخطيط بالنسبه لي ان انا اقابل حد تبقى اللي هو في امكانيات عديده، انا ممكن اقابلهم الساعه 10 و11 و12، وممكن الدنيا تبقى حر، وممكن الدنيا تبقى برد، ممكن نسيم يبقى عايز ينام، وممكن انا ابقى عايزه انام، هصحى بكره حاسه بايه ما اعرفش، هعمل شعري ازاي لما اخرج كده، اللي هو بتبقى حاجه فيها تفكير كتير قوي، التخطيط لدرجه زايده قوي عن اللزوم، فاللي هو لا انا مش قادره اخطط. لو جت تيجي هذا الشيء لا يعني لي شيء معظم الوقت، اللي هو تليفوني، يعني عشان مش باين ده تليفوني بحطه جنبي بس عشان جوزي يكلمني، وحاطه النمره بتاعت جوزي على الVIP اللي هو ممكن يكلمني حتى لو انا عامله فوكس مود، او اللي هو انه تليفوني ما يرنش، في نمره واحده بس بترن وهي نمره جوزي عشان هو ابو ابني. لو ما كانش ابو ابني او بهزر ولا انا بهزر مش عارف عشان كل هزار اكيد فيه، سوري انا بهز الكاميرا برجلي، كل هزار اكيد فيه برضو حته حقيقه، انا موقنه بذلك اعتقد، بس انا برضو بقعد اهزر بطريقه يا لهوي بشوي الناس كلها اللي في حياتي. انا واختي كده، انا واختي بنحب نشوي قوي، بحب اقعد اتريق، التريقه بالنسبه لي ضحك موت، بس في نفس الوقت ما عنديش اي مانع ان حد يقعد يشويني لحد ما اتحمص. انا في 23,000 شخص قرر ان هو يشترك في القناه بتاعتي، ايه الهبل ده؟ النهارده كنت بفكر قد ايه انا بقعد اقول لنفسي بجد انا فاشله ومحدش بيتفرج عليا، بس في ناس كتير قوي تتفرج عليا او عندها استعداد ان هي تتفرج حتى لو مش بيتفرجوا على كل فيديو. شكرا يا جماعه لل 23,000 شخص اللي موجودين هنا، انتوا انا بجد بدات القناه دي ب60 شخص مثلا ولا 40 شخص حاجه كده. شكرا لكل الاشخاص اللي موجوده هنا، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركت في ان زي ما هي تكون زي ما هي. في حد كتب من قريب في الحبيبه اللي كانت بترد على الكومنتات، والله العظيم ما عنديش وقت، والله ما عنديش وقت. لو عندي وقت يا جماعه اوعدكم اول ما يكون عندي وقت ان شاء الله هرجع ارد تاني على الناس انا بحبها، علشان القناه دي بجد بدات وانا كنت برد على كل الناس اللي بتكتب تعليقات تقريبا، عشان بجد كانوا ناس كمل والله العظيم. اول ناس بدأنا بيهم كانت ناس على الفرازه، انا كنت محظوظه جدا. انا اسفه انا بحرك الكاميرا كتير قوي. انا كنت من الناس اللي كانت محظوظه جدا الحمد لله رب العالمين ان انا بدأت القناه، وكان في ناس بجد بتشجعني حقا، وكانت في ناس لطيفه وظريفه وجميله وبتعاملني بطريقه كاني اللي هو بنت خالتهم مثلا، وده شيء كان بيسبب لي يعني شعور جميل جدا تنى لي الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول بس في اخر الفيديو ده انا بقول ان انا عندي رفاهيه ان انا معيش في التروما بتاعتي، عشان التروما بتاعتي كانت في الماضي، بس لاي حد بيعدي بتروما دلوقتي او هو في وضع صعب، علشان انا بشوف تعليقات كتير من ناس كتير بتتكلم ان الوضع صعب جدا في البيت
مع العائله وفي عنف كتير. انا بجد قلبي معاكم كلكم، وكل حد كل ما بشوف كومنت بقول يا رب ساعد هذا الشخص يا رب بجد. فربنا معاكم. انا عندي رفاهيه ان انا معيش في التروما عشان انا خلاص هي عدت وخلصت والحمد لله. كان في كوابيس كتير قوي انتهت، بس لو انتوا لسه بتعدوا بده بجد قلبي معاكم، واتمنى اكون فدتكم او اديت لكم شويه راحه من الحاجات الصعبه اللي بتحصل في الحياه. الحياه مليانه صعوبات، خليكم اقوياء علشان انتوا جمال. احنا كلنا جمال يا جماعه. كل الناس الحساسه قوي دي جميله، احنا مش اشخاص وحشه. الاشخاص الوحشه مش بتحس يعني بالنسبه لي. وانا صورت الفيديو ده كله والكاميرا معوجه احتمال محدش عارف، بس الاشخاص اللي هي بتقعد طول الوقت تقول له هل انا شخص كويس يا رب يا ترى وكده، احنا باذن الله اشخاص كويسين يا جماعه ان شاء الله. يا رب كلنا ندخل الجنه. مش عارفه اقول ايه تاني. شكرا قوي انتوا كلكم اللي بتتفرجوا عليا. ساهمتوا في ان انا اكون شخص احسن، وبقول كده بجد مش بقول كده عشان كلام معسول. بكره هرجع اقفش بسبب الناس اللي بتتفرج عليا والتعليقات الوحشه، بس دلوقتي حالا انا عايزه اقول شكرا للناس اللي بتتفرج عليا، ما عدا الناس اللي قالت لي ان انا شبه الراجل. شكرا قوي الناس اللي قالت انت شبه الرجاله. دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى وانا راضيه بيها. لو بالنسبه لك انا شبه الراجل انا مش مهتمه بده خالص، وبقول كده عشان انا مش مهتمه بيه. انا بقول على التعليقات الوحشه اللي بتجي عشان انا مش مهتمه بيها خالص. لو شخص شايف ان انا شبه راجل، انا شايفه ان انا شبه اكتر ست انثى في العالم. انا في وجهه نظري كده، فكلامك مش مهم خالص بالنسبه لي، بس بذكره علشان لو في حد تاني بيتاثر بحاجات زي كده ما تتاثروش. الناس ربنا معاها. شكرا على وقتكم، شكرا ان تتفرجوا، شكرا ان انتوا هنا زي ما هي. بحبكم قوي. مش عارفه اخلص الفيديو ازاي بجد. سلام، شكرا.